تحياتي للجميع ومرحبا بالجميع. كما تعلمون أن حرية الموضوع اليوم سيكون على حرية التعبير، وعندما نقول حرية التعبير هو يعتبر الحق الأساسي من حقوق الإنسان. يعني نجد أن حرية التعبير هي ضرورية لبناء مجتمع ديمقراطي، بحيث أن حرية التعبير تتيح لباقي الأفراد وللمواطنين تمكنهم من مناقشة الشأن العام ومن مناقشة السياسات العامة بكل حرية، وهذا ما يؤدي إلى تعزيز الديمقراطية. كما أن الحق في حرية التعبير تؤدي إلى محاربة الاستبداد وإلى التصدي لمظاهر الاستبداد والطغيان، وكذلك يؤدي إلى محاربة الفساد من خلال أن حرية التعبير تتيح الفرصة للمواطنين وكذلك للصحافة الحرة من انتقاد ومن فضح الفساد، وبالتالي المساهمة في تصدي لمظاهر الاستبداد. كذلك نجد أن حرية التعبير تساهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي من خلال أنها تؤدي إلى خلق نوع من الحوار بين المكونات المختلفة للمجتمع، سواء المكونات السياسية، كما أنها تتيح الفرصة للنقاش السياسي الهادئ وكذلك للنقاش الاجتماعي الهادئ بين مختلف الأطياف السياسية وكذلك النقابات وكذلك هيئات المجتمع المدني، مما يساهم في خلق نوع من السلم الاجتماعي وبالتالي التخفيف من الاحتقان. حرية التعبير تعتبر أساسية وضرورية لبناء مجتمع ديمقراطي وللحفاظ على باقي الحقوق. كذلك لأنه لا يمكن تنفيذ أو التمتع بباقي الحقوق، خاصة الحق في التظاهر، الحق في الاحتجاج، الحق في التجمع السلمي، الحق في الإضراب، معظم الحقوق، كذلك الحق في تأسيس الجمعيات، لا يمكن أن يتحقق بدون حرية التعبير. لكن في مقابل هذا نجد بأن حرية التعبير لديها حدود، بحيث لا يمكن أن تتجاوز النطاق لدرجة أنه مثلا يصل الأمر إلى حد القذف والتشهير والسب والمساس بأعراض وسمعة الآخرين، والمساس كذلك بخصوصية الآخرين. من هذا المنطلق نجد أنه كذلك حتى لجنة الحقوق المدنية والسياسية تنص في تفسيرها العام 34 بأنه في الدول الديمقراطية هي التي، طبعا الدول الديمقراطية التي فيها استقلالية السلطات، فيها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، والتي طبعا هي دولة الحق والقانون، هي التي يحق لها وضع حدود قانونية صريحة وواضحة لحرية التعبير بالشكل الذي يمكنها من حماية حقوق الآخرين وحماية النظام العام وكذلك الأخلاق العامة. أما بالنسبة للأنظمة الاستبدادية فغالبا ما تلجأ إلى سن القوانين التي تقمع حرية التعبير، فهي لا تنظم حرية التعبير بقدر ما تعمل على قمع حرية التعبير. فمثلا نجد في المغرب من خلال نجد بأنه في الدستور ينص على حرية التعبير وفق القوانين الجاري بها العمل، لكن نجد أنه ينص في مجموعة من الفصول من القانون الجنائي التي هي نصوص فضفاضة ونصوص عامة يلجأ إليها لقمع حرية التعبير. فمثلا نجد في القانون الجنائي جريمة المساس بالمقدسات، أو المساس جريمة إهانة الموظف العمومي، جريمة إهانة المؤسسات الدستورية، هذه بالإضافة إلى مجموعة من الجرائم من الجنح والجنايات المنصوص عليها في القانون الجنائي، والتي تعتبر عامة
وفضفاضة، وغالبا ما يتم استعمال هذه النصوص في قمع حرية التعبير وفي قمع الاحتجاجات السلمية ذات المطالب الاقتصادية والاجتماعية. فنجد أن معظم التهم التي توجه للنشطاء وكذلك للمدونين وكذلك للمدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك للصحفيين تتعلق بهذه التهم الفضفاضة، بحال تهمة إهانة الموظف. يعني إهانة الموظف العمومي ينطبق على أدنى الموظف العمومي إلى أسمى موظف إلى الموظفين الساميين. ونجد أن النظام السياسي المغربي يلجأ يعني بشكل كبير إلى هذه التهمة ديال إهانة الموظف العمومي، فيتم إلصاق التهمة لأبسط شيء، وهذا يتنافى مع الاتفاقيات الدولية، مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويتنافى كذلك مع التفسير العام الذي قدمته لجنة الحقوق المدنية والسياسية أو ما يسمى بالتفسير العام 34 لسنة 2011، والذي يقول بأنه يجب حتى إذا كان هناك تقييد لحرية التعبير يجب أن يكون في الدول الديمقراطية وبفصول يعني واضحة وصريحة وفي إطار المشروعية وفي إطار طبعا الدول الديمقراطية. لكن نجد بأنه يتم اللجوء إلى هذه التهم لقمع حرية التعبير. فهناك من وجهت له تهمة ديال إهانة الموظف العمومي وكذلك إهانة المؤسسات الدستورية بمجرد تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي قد تؤدي بك إلى عقوبة حبسية قد تصل في بعض الحالات إلى 3 سنوات أو 4 سنوات، وهذا يعتبر يعني فيه خرق سافر للمواثيق الدولية وللمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك للتفسير العام الذي قدمته لجنة الحقوق المدنية والسياسية. كذلك نجد بأنه هناك يتم استعمال مجموعة من فصول القانون الجنائي للتضييق على المعارضة، للتضييق على النشطاء السياسيين، للتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان وعن الصحفيين. وهذا يتجلى من خلال ما حدث بالنسبة لنشطاء حراك الريف، ما حدث لمجموعة من الصحفيين مثل الصحفي المهداوي والصحفي سليمان الريسوني وكذلك توفيق بوعشرين وعمر الراضي إلى غير ذلك. وكذلك هناك حتى بعض النشطاء تم تفعيل هذه الفصول ديال القانون الجنائي لقمع حرية التعبير وحرية الصحافة. كذلك هناك فصل المتعلق بالاحترام يعني الملك وكذلك المقدسات الدينية، هذا ينص عليها القانون الجنائي، وهذا يستغل بشكل كبير في قمع حرية التعبير، بحيث أنه لمجرد الإنسان يناقش المؤسسة الملكية قد يؤدي به الأمر إلى متابعته بتهم جنائية من ضمنها الإخلال بالاحترام الواجب للملك، مع العلم أنه يجب التفريق في هذه الحالة بين انتقاد يعني المؤسسة الملكية باعتبار لديها صلاحيات دستورية واسعة وبين يعني عدم الاحترام الواجب لشخص الملك كشخص. لهذا للأسف أنه بالنسبة للمغرب هناك انتهاكات خطيرة لحرية التعبير، وهناك يعني تهم جاهزة يتم توجيهها لمعظم النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. وطبعا رأينا كيف أن معتقلي حراك الريف لمجرد أنهم خرجوا باحتجاجات سلمية، وهذا يدخل في إطار حرية التعبير، لأن الاحتجاج السلمي بدوره يدخل في نطاق حرية التعبير، كان تعبيرهم بشكل سلمي من أجل المطالبة بالحقوق المشروعة، لكن طبعا وجهت لهم تهم ثقيلة، وكانت هناك محاكمات يمكن أن نقول بأنها هي كانت غير عادلة، ويمكن أن نقول حتى أنها شكلية، لأن المحاكمات فقط للمصادقة على محاضر الضابطة القضائية، وتم توجيه التهم
وطبعا الأحكام وصلت إلى 20 سنة. ومن هذا المنطلق نقول بأنه لا يمكن بناء مجتمع ديمقراطي، ولا يمكن تحقيق التنمية، ولا يمكن تحقيق الديمقراطية، ولا يمكن أن تكون هناك لا جمعيات ولا أحزاب سياسية ولا حرية الصحافة بدون حرية التعبير. وأنه وكذلك يدخل في نطاق حرية التعبير أنه من حق المواطنين والأفراد، وكذلك سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي، انتقاد العمل الضغط من أجل سواء عن طريق الندوات الصحفية وعن طريق الأشكال التعبير الأخرى بما فيها التعبير عن طريق الفن وعن طريق الرسم وعن طريق الإبداع وعن طريق الغناء، حتى أحيانا الغناء يؤدي الرسالة، وكذلك عن طريق الشعر. كل هذه الوسائل يجب أن تساهم في الضغط على الأنظمة الاستبدادية من أجل انتزاع الحقوق وانتزاع الحريات، ومن أجل تغيير القوانين بشكل يحقق مقومات دولة الحق والقانون.